السلام عليكم. في القطاع ديالنا اللي هو التعليم كنتصادفوا ديما مع قصص وحوادث تصلح تكون عبرة وإفادة للاستفادة واخد الحيطة والحضارة، ومنهم قصة اليوم. من بين القصص اللي وصلتني كأستاذ الثانوي التأهيلي واللي كتبين أننا بالرغم من أننا كنتغناو بالقيم والدين والأخلاق جهرا، لكن الواقع المرير كيبين قداش مجتمعنا مكبوت. صحيح ماشي كل شيء، ولكن في العموم هادشي اللي كنلاحظوه في كل مكان مشينا ليه، وحتى في هاد مواقع التفرقة الاجتماعية كما كنفضل نسميها. قصة اليوم ديال سمية، تلميذة ذكية ومجتهدة ما شاء الله، واللي من صغرها كانت متميزة وكتكون ديما الاولى في القسم ديالها، كتقول على لسانها واسلوبها. انا كنت بنت غليظة وكانت ياسر نعيف الرجالة، الى عادوا رجالة اما محال، وين ما مشيت يخزروني بعينيهم إلين تقول لا هي وكلوني. على ما عودت الأستاذة ديال التربية الأسرية في الإعدادي أنه كان في عمرها 9 سنين، أواخر الثمانينات وفي بداية التسعينات. مشات تقرا قبل الوقت ديالها والدنيا كانت قايلة والحال حامي والطريق خاوية. من وراها تابعها راجل كبير في العمر وخاشي يديه في جيوب الفوقية اللي كان لابس. وصل عليها وجرها من دراعها لجهة بوست ديال الضو في داك الخلا. بدا يهتك العرض ديالها ويمارس العادة السرية عليها. ما صدمتها باللي شافت واللي وقع عليها، ولو انه راجل مسن الا ان عيلة هربت ما غاديش يقدر يلحق عليها، لكن ما قدرش تتحرك ولا تهرب، وبقات سادة ودنيها وكتبكي. قالت انها ما فاهماش اش كيدير وكانت خايفة يقتلها، لكنه استمر في اللعب بعضوه الذكري وصار وجهه احمر وكيترعد. قالت ملي حليت عينيا وشفت المنظر بديت كانت تقيا وكانت تخنق. في الاخير سولها شحال في عمرك، ملي جاوبته قال لها سيري في حالك بنتي ما تخافي والو. وفعلا مشات كتجري وهي مخنوقه وعايفه، لكن شويه بدات كتضحك وكتقول يلا لي شفت راجل عريان بحال الهبيل. المهم وصلت للدار وبقات كتعاود لدارهم اللي وقع ليها، واخا ما عقلاش على شنو قالت ليهم بالضبط، لكنها قالت انه حاول يختطفها وشنو دار ملي شدها. لكن وبما ان الاب ديالها كانوا عنده صحابه معمرين تاعي، طلب منها تسكت وتحاول تنسى اللي وقع وما باقي تعاود القصه لتا شي واحد. الاب ديالها وعدها انه غادي يحميها وما تخاف من حتى حاجه، وانها ما تخرج الا مع شي حد كبير وما بقات تمشي بوحدها. المهم خرجوا من بعدها بقاو كيدوروا في نفس المكان ويقلبوا على راجل بنفس المواصفات، لكن ما لقاو حتى حد. من بعد هاد الواقعه بسنه تقريبا لما كتقول، بنت جيرانهم وصاحبتها واخا كبر منها عاودت ليها على العلاقات الجنسيه ما بين الرجل والمراه، ومن تما بقات مصدومه حيت تفكرات اللي عملوا الشارف وفهمات بلي داكشي اللي كان بغا يدير. قالت انها عاشت مده كحله في حياتها، ما قدراش تتجاوز الحدث، واي راجل سلم عليها ولا لعب معها كتحاول تهرب منه. حتى الاب ديالها كتحاول ما تقربش ليه وما تقدرش حداه لا يدير لها ما دار الشرف اللي قبل. من بعد 3 ديال السنوات على الواقعه وملي وصلت للتاسعة تمكنت من انها تتجاوز المشكل، خصوصا ملي عاودت الاستاذه الامر واضافت الطفله ان الراجل الكبير يقدر يكون مريض وما عارفش اش كيدير، وانه ممكن يكون مات ربي يغفر ليه. كتقول انا الا كبرت كنتمنى نكون بوليسيه، نشد كاع الموسخين اللي كيتحرشوا بالبنات ونديرهم بزنزانه بوحدهم ونخصص لهم عقوبه ديالهم. هذه الظاهره متفشيه في مجتمعنا بزاف، والرجال عندنا الله يهديهم ولا يديهم ما احترموا حد كتولي تخاف على بنتك ولا مرتك ولا حتى امك. هادشي اللي كنشوفو كيخلع لا في الطاكسيات ولا في الطوبيسات ولا في السواق، هادشي كتر بزاف. وحتى النساء الله يهديهم اغلبيتهم ساكتين وما كيفعلوا المساطر القانونيه والزجريه اللي كتمنع هادشي وكتحد من هاد التجاوزات. وفي الاخير ما بقى لينا غير نقولوا الله يهدي ما خلق.